أسطورة هلاك البشرية. الأسطورة بتقول إن الإله رع كان عايش على الأرض وبيحكم البشر، ولما بدأ يكبر في السن وتحولت عظامه لفضة ولحمه لدهب وشعره للازورت، ففكروا البشرية إنهم يعزلوه ويتأمروا عليه ويعينوا حاكم بشري بديله، وبدأوا يهينوا فيه. لما عرف الإله رع بخطتهم ضده، قرر إن هو يجمع الآلهة في اجتماع بعيد عن البشر ويستشيرهم في أفعال البشر وخيانتهم ليه. واقترحت الآلهة إن لازم الإله رع يعاقب البشر والعقاب يكون قوي، فأمر الإله حتحور إنها تنتقم من البشر، وفعلا ظهرت في صورة الإله سخمت المنتقمة على هيئة أنثى الأسد. ولما الإله رع بص للأرض وشاف البشر بيجروا وبيحاولوا يحتموا ببيوتهم عشان عرفوا باجتماع الآلهة، فشعر الإله رع بالشفقة ناحيتهم، لكن الوقت كان فات. حتحور نزلت على الأرض وبدأت تنتقم من البشر وتقتلهم وتشرب من دمهم وتهدم في بيوتهم. بص راعي وشاف أفعال حتحور وكانت مستمتعة جدا بعقاب البشر، وحاول يوقفها لأنها بتعاقب البشر. وقرر راعي إن هو يعمل خطة توقفها عن قتل البشر. بعت مبعوثين لموقع ألفنتين في أسوان يجيبوله صبغة بكمية كبيرة لونها أحمر، وحضروا خمرة وحطوا الصبغة الحمرا على الخمرة وحطوهم في بركة مية. فلما صحيت حتحور وشافت المنظر افتكرت البركة فيها دم، فشربتها وحست بدوخة من الخمرة ونامت. ولما صحيت رجعت لأبوها رع، وكده انتهى غضبها وتعلم البشر الدرس انهم ما يخونوش الآلهة تاني. لكن رع مقدرش ينسى اللي حصل فيه، وقرر يسيب الأرض وطلع للسما على العرش، وساب عياله اللي هم الملوك يحكموا بعديه، وأمر المعبود تحوت يعلم البشر الكتابة. الأسطورة دي لقيناها منقوشة على مقصورة الملك توت عنخ آمون، مقبرة الملك سيتي الأول ورمسيس التاني ورمسيس التالت ورمسيس السادس.